السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ شيري. يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هعمل كيكة البيتزا. طريقتها سهلة، ما بتاخدش وقت، كمان طعمها بيكون حلو وتغيير عن المعتاد. احنا متعودين ان احنا بنعمل البيتزا بالطريقة العادية، لا النهاردة هنعمل كيك حادق. هنضيف عليه إضافات البيتزا. طبعا قبل ما ابدا في اي حاجه خالص انا شغلت الفرن على درجه حراره 180 عشان يسخن كويس. معايا هنا بقى 3 كوبايات من الدقيق المنخول، كوبايه من اللبن الحليب، نص كوبايه من الزيت، 3 معالق كبار من القشطه وش اللبن. ممكن استبدلها بكوبايه من الزبادي او سمنه، برضو ما يعادلها. انا عايزه 3 ارباع كوبايه من الماده الدهنيه، ممكن نخليها 3 ارباع كوبايه من الزيت. معايا هنا طبعا 3 بيضات، كيس بيكنج باودر، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الزعتر. هبتدي بقى دلوقتي اضرب البيض، هحط عليه رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر وهضربه بالمضرب الكهرباء. ممكن نستخدم المضرب اليدوي او نضرب السوائل في الخلاط زي ما احنا عايزين. نضرب البيض كويس. بعد كده هنضيف بقى المواد السائله، هنحط القشطه زي ما قلت لكم. لو مش عندنا قشطه وش لبن ممكن نستخدم الزيت، يبقى 3 ارباع كوبايه على بعض. ولو حطينا كوبايه من الزبادي بتبقى حلوه برضو مع الكيك. هبتدي بقى احط الزيت. طبعا انا معيره كله بمعيار واحد، نفس الكوبايه اللي حطيت بيها الدقيق هي الكوبايه اللي حطيت بيها اللبن، هي الكوبايه اللي استخدمناها للزيت. زي ما بنعمل معيار الكيك بتاعنا العادي خالص، بس كيك حادق من غير سكر. بعد كده بقى هجهز الدقيق معايا. حطيت رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسمر، والزعتر بتاعي نص معلقة، وهحط كيس البيكنج باودر. هحط رشة بسيطة خالص من السكر عشان تعادل الملح والسكر مع الدقيق. هبتدي اقلبهم كويس علشان اوزع البيكنج باودر مع الدقيق. هبتدي بقى تدريجي، هاخد شوية بشوية على المادة السائلة، المواد السائلة بتاعتي. ولما الدقيق يدوب كويس ما يبقاش فيه اي تكتلات، هضيف دقيق جديد لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. طبعا انا عايزاه الكيك يكون سمكه تقيل شويه، ما يبقاش القوام الكريمي بتاع الكيك العادي، عشان احنا هنضيف عليه اضافات من فوق، ما يبقاش الكيك خفيف، والاضافات اللي احنا هنضيفها تنزل في الصينيه من تحت وبتتحرق. طبعا لو القوام تقل معايا شويه ممكن اعمله بسباتولا او بمعلقه خشب. بطنت طبعا الصينيه بتاعتي بماده دهنيه وحطيت رشه من الدقيق. الصينيه ديت مقاس 28 في 28. لو هنستخدم صينيه مدوره تبقى مقاس 30. انا عايزه السمك بتاعها يكون تقيل شويه، مش زي الكيك العادي، عايزه السمك دوت. وهنبتدي بقى نوزعها. وهبتدي اتاكد انها كلها بقت سمك واحد. دي صلصه بيتزا، طماطم معصوره، حطيت عليها معلقتين من الزيت، نص معلقه من الزعتر، ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، رشه من السكر، وحطيتهم على النار لغايه ما اتسبكت. كل الاضافات اللي هضيفها دلوقتي كده اكني بعمل بيتزا بقى. انا معايا هنا كمان شويه من الخضار. انا هستخدم جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، فلفل الوان، وزيتون. حابين نحط لها تونه، حابين نحط لها بسطرمه، سوسيس، رومي مدخن، اي حاجه زي ما بنعمل البيتزا العاديه بتاعتنا ممكن نضيف عليها كل الاضافات ديت. هبتدي بقى احط رشه من الجبنه الرومي. بعد كده هضيف بقى الخضار بتاعي. عايزه اقول لكم ان طعمها بيبقى حلو. اتمنى ان انتوا تجربوها، ما تستغربوهاش. اهم حاجه انها بتتاكل، بتتاكلش وهي سخنه، بعد ما بتطلع بساعتين 3.
وكل ما بتبرد كل ما بيبقى طعمها بيبان كمان. بتبقى حلوة، بتنفع كمان للمدرسة، ممكن تتحط في اللانش بوكس. هبتدي بقى اضيف بقية الجبنة الرومي. طبعا هحطها زي الكيك على 180 على الرف اللي في النص. هتاخد حوالي 25 ل 30 دقيقة. ما بحطش الموتزاريلا من الاول عشان ما تنشفش. بحطها قبل ما اطلعها ب10 دقايق او ب7 دقايق. ده شكلها بقى بعد ما طلع. خدت حوالي 30 دقيقة بالظبط. بعد تلت ساعة حطيت الجبنة الموتزاريلا، وبعد حوالي 7-8 دقايق طفيت عليها، ولما بردت قطعتها. ده شكلها بعد ما طلع، وده سمكها، وطعمها حلو وطرية جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه في التعليقات. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.